مقاتل شرس بيقرر يعيش حياة هادية بدون قتال، لكن بتيجي عصابة تخطف مراته فبيضطر يرجع للقتال مرة تانية علشان ينقذها. بيبدأ فيلمنا وبنشوف كانج دونج وهو في سوق سمك، وباين كده انه بيشتغل هناك، وبعدها بيجيله اتصال فبيروح ومعاه واحد صاحبه يقابلوا اتنين تانيين وبيتفقوا على صفقة هتخليه مليونير خلال 3 شهور بس. لكن كانج دونج بيكون متردد وخايف، فبيقوم الراجل يفرجه على واحدة من الكابوريا الملكية اللي هيستوردها ويغرق بيها السوق، ومن وراها هيكسب ملايين، وبتكون الكابوريا من الحجم الكبير. وبيفضل يقول له هيبقى عندك عربية غالية زي دي وتودع الفقر وتبقى من الأغنياء. وقتها الموضوع بيغريه وبيطلع الفلوس، لكن قبل ما يدفع صاحبه بيقول له انت متأكد من اللي هتعمله؟ فبيقول له ايوه انا درست الموضوع كويس وهديك شايف اهو العينة قدامك شكلها ايه. وفعلا بيطلع الفلوس ويدفع المقدم ويتمم الصفقة، وكمان الراجل بيسيب له العينة هدية. وبعدها بيروح ياخد مراته جيسو من الشغل ويروحوا على البيت، وهم في الطريق بتسأله اتأخر ليه، فبيحكي لها على الصفقة الجديدة اللي هيعملها. فبتتضايق وبتقول له هو انت ما تعبتش من كل المشاريع الخسرانة اللي عملتها قبل كده؟ كل مرة تدخل في مشروع تخسر فلوسك وبس. لكن هو بيأكد لها ان الكابوريا الملكية الكبيرة دي مطلوبة في السوق وهتعوضه كل الخسارة اللي فاتت. ونروح نشوف مجموعة من الرجال داخلين على واحد بيضربوه عشان ليهم عنده فلوس وما دفعش، وبيكون كبيرهم مقرر انه يخلص عليه، وبياخد قالب طوب ولسه هيكسر بيه دماغه لكن بيتزحلق من ايده. وفي نفس الوقت بتوصل بنت الراجل اللي بيتضرب، ولما بيشوفها اللي هيتثبت ابوها بتعجبه، وبيقول لهم يسيبوه، وبيقول له ازاي ما تقوليش ان عندك بنت حلوه كده. وبيطلع من جيبه سكينه يعور الراجل في ايده، وبيقول له انا هاخدها وامنعني لو تقدر. وبيخلي واحد من رجالته يسحبها وهي بتفضل تنادي على ابوها لكن مش بيرد وبيفضل مكانه. وبياخدوها وبيقفلوا بقها وبيركبوها عربيتهم، وهم في الطريق بيخبطوا عربيه كانج دونج، وبينزل من عربيته وبيقول لهم انهم لازم يبلغوا عن الحادثه، لكن عشان هم خاطفين البنت بيبقى عاوز الموضوع ينتهي باي طريقه من غير ما يبلغوا. وبيطلع فلوس وبيقول له ياخدها ويصلح عربيته من غير تبليغ، لكن كانج دونج بيرفض ياخد الفلوس فبيرميها له الراجل في وشه على الارض. ولما جيسو بتشوف المنظر ده بتنزل تتخانق معاه وتقول له انت ازاي ترمي الفلوس في وشه بالطريقه دي، وبتزعق لجوزها انه لم الفلوس من على الارض، فبيقول لها انا كنت هرجعهم له، وبتقول له وقتها اتصل بالشرطه حالا. وفي اللحظه دي بينزل رئيسهم من العربيه وبيمسك اللي سايق يضربه ويجره ينزله، وبيطلب منه يعتذر فورا. فبيعتذر وهو كمان بيعتذر ويقول له اسفين اننا ضايقنا زوجتك الجميله، وشكلها كده هي كمان حلوت في عينه. وبيفضل يبص عليها لحد ما بتركب العربيه. وبعدها بيروح كانج دونج ياخد فلوس من واحد ليه عنده فلوس قاعد بيلعب قمار، وبيقول له انه محتاج فلوس ضروري واديني اي حاجه، وبيرمي له مبلغ قليل جدا ويقول له هو ده اللي عندي. وبعد شهر بنشوفه واقف مع صاحبه اللي بيساله هي لسه الكابوريا الملكيه ما وصلتش؟ ده عدى شهر كامل. فبيقولوا ان السفينه اللي محملها ضخمه واكيد اتاخرت في الطريق. وفي نفس اللحظه بيتصل بيه الوسيط اللي كان في الصفقه بتاعته ويبلغوا ان السفينه اللي عليها البضاعه دخلت الحدود الصينيه بالغلط واتصدرت هناك، ولسه في اجراءات كتير ومعقده عشان يوافقوا يفرجوا عنها. وبيتضايق جدا كانج دونج، وصاحبه ساعتها بيقول له قلت لك كل مره بتخسر مفيش فايده. ونروح نشوف جيسو قاعده مع المحاميه اللي بتعرفها انه هيتحجز على بيتهم، والحل الوحيد عشان الحجز ده يقف انها تتطلق. وبتخرج من عندها وهي متضايقه جدا، وبتلاقي جوزها بعت لها رساله بيقول لها مستنيكي ما تتاخريش، وبنلاحظ ان في واحد بيراقبها. وبتدخل مطعم وبيكون كانج دونج مستنيها وطالب لها الكابوريا الملكيه شبه اللي كان هيستوردها، وبيبقى عازمها بمناسبه عيد ميلادها. وبعد كده بتطلب منه انهم يتطلقوا عشان البيت ما يتحجزش عليه، لكن هو بيرفض وبيقول لها ان كل شيء هيتحل بمجرد ما يفرجوا عن السفينه. ولما بتعرف اللي حصل بتتضايق اكتر، فبيستأذن ويقول لها دقيقه وارجع، ويروح يجيب التورته اللي محضرها والهديه. ولما بيرجع مش بيلاقيها وبيتصل بيها، لكن هي بتكون ركبت تاكسي ومشيت ومش بترد على اتصاله. ولما بترجع البيت بتشوف صورة عقد جوازهم على الحيطة، فبتحن ليه مرة تانية وبتبعت له تعتذر له وتقول له ما تتأخرش انا مستنياك. وبتقوم تجهز حاجة تشربها فجرس الباب بيرن، بتفتكر ان جوزها اللي وصل، لكن لما بتبص من العين السحرية بتلاقي واحد غريب وشكله يخوف. وبعد شوية بيحاول يفتح الباب وبيفتحه وبتجري تستخبى في أوضة، لكن بيكسر الشباك ويدخل. ولما تيجي تخرج
بتخرج من الباب لقت واحد تاني في وشها، وفي نفس الوقت في عربيتين واقفين في الطريق عشان يعطلوا كانج دونج. ونرجع مرة تانية وجيسو بيكون هو وعصابته بيخدروها وياخدوها، ولما بيخلصوا مهمتهم بيفتحوا الطريق لكانج دونج وبيرجع البيت ينادي على مراته، لكن مش بيلاقيها وبيشوف آثار التكسير والهجوم اللي حصل، وبيحاول يتصل بيها يلاقي تليفونها مقفول، وبيخرج يجري في الشارع ينادي عليها، وبيروح يبلغ الشرطة وبيقول له الضابط ان مفيش في المكان غير كاميرا مراقبة واحدة واتعطلت الساعة 9. ولما جاب تسجيل كاميرا قبل 9 لقى عربية وقال تقريبا ان هي دي العربية اللي كان فيها المجرمين، وسأل كانج دونج اذا كان يعرفها ولا لا، فقال انه ما يعرفهاش، والضابط قال له ان كان في مطر غزير مش قادرين يشوفوا اللوحات. وقتها بيتوسل للضابط انهم يلاقوا مراته قبل ما يحصل لها حاجة، وبينزل من مركز الشرطة وبيكون صاحبه مستنيه، وبيجيله اتصال من رقم غريب، واحد بيكلمه ويخلي جيسو تسمعه صوتها، وبعدها بيقول له انا اللي خطفت مراتك، وبيسأله ايه اللي خلاك تروح مركز الشرطة، مهما عملوا مش هيعرفوا يوصلوا لي، وبيتلفت حواليه وبيتأكد انه شايفه. وقتها بيقول له لازم تنفذ تعليماتي، ولو رجعت لمركز الشرطة مرة تانية هخلص على مراتك. وبيعرفوا انه ساب له ورقة على التلاجة في بيته بالمكان اللي المفروض يقابله فيه، وبيأكد عليه انه يروح يقابله لوحده. وبيرجع جري على البيت يلاقي على التلاجة كارت باسم مطعم، وبيروح على المطعم وبيسأل واحد بيشتغل هناك ويقول له انا جاي اقابل واحد هنا وانا جاي في الميعاد، فبيوريه الترابيزة ويقول له اتفضل ده مكانك، وبيلاحظ وجود شنطة وموبايل في المكان، وبيكون صاحبه تشونج مستنيه في العربية بره، وبيمر وقت طويل ومفيش حد، وفجأة بيلاقي الموبايل اللي على الترابيزة بيرن، ولما بيرد على الموبايل واحد بيكلمه وبيقول له الشنطة اللي قدامك خدها، ولو عندك فضول تشوف فيها ايه شوف. ولما بيفتح الشنطة بيلاقي فيها فلوس، وبيعرف ان ده تمن مراته، وبيكمل كلامه وبيقول له كل حاجة ليها تمن، زمان لما كنت فقير بعت شعري علشان فلوس، وانا اخدت مراتك ومعاك الفلوس، انت بتبيع السمك ليه مش عشان الفلوس؟ الفلوس قدامك. فبيسأله كانج دونج اشمعنى مراتي؟ بيرد عليه ويقول له هنزل مراتك في السوق وهتعجب الزباين قوي، غمض عينك وخد الفلوس وامشي واعمل نفسك مش عارف علشان كرامتك وكده. وبعدين بيقول له مش قلت لك تعالى لوحدك؟ بيفهم كانج دونج انه في المكان وشاف صاحبه في العربية، فبيبص فورا ناحية الشباك وبيلمحه هو رايح يركب العربية، وبينادي بعلو صوته على تشونج اللي بيفهم، وبيجري بسرعة ورا العربية اللي اتحركت، وبيقف صاحب العربية لكن بيطلع مش هو، وفورا بيروح على مركز الشرطة ويبلغهم باللي حصل. والضابط المكلف بالتحقيق نادى على المحقق جانج وقال له الحكاية، فالمحقق بيقول له سيب الفلوس عشان نرفع من عليها البصمات ممكن نعرف الخاطف عن طريقها. وبعد يومين بيرجع مرة تانية لمركز الشرطة، لكن بيلاحظ انهم مش بيعملوا حاجة خالص في القضية، والضابط بيقول له لو في حاجة جديدة هنكلمك. وبيرجع مرة تانية على البيت يكلم صاحبه اذا كان لقى حد يساعدهم ولا لا، فبيقول له ان اللي هيساعدهم محتاج فلوس، ومن غير الفلوس مش هيعمل اي حاجة. وبيروح للراجل اللي ليه عنده فلوس ويقول له انا عايز فلوسي دلوقتي. وقتها بيرد عليه ويقول له ما عنديش فلوس دلوقتي، وبيطرده. وبيقوموا رجالته واحد ورا التاني يضربوا كانج دونج، وبنتفاجئ ان هو اللي بيضربهم، وبيخاف الراجل منه ويديله فلوسه، وبياخد الفلوس هو وصاحبه ويروحوا للي هيساعدهم واسمه هونج. وبيحس كانج دونج من طريقة كلامه انه مش هيساعدهم في اي حاجة، ولسه هيقوم يمشي لكن تشونج بيقنعه انه اكيد هيساعدهم، وبيديله الفلوس وكمان بيوعده بنسبة من ارباح مشروع جديد. وتاني يوم هونج بيروح يشوف كاميرات المراقبة اللي حوالين المطعم، وبيقدر يجيب ارقام العربية وبيعرف اسم صاحبها، وبياخد كانج دونج وتشونج ويروحوا عند العنوان بتاع صاحب العربية. ولما بيدخلوا بيعرفوا ان صاحب ارقام العربية كان بايعها اصلا مقابل الفلوس، يعني الارقام اللي كانت على عربية المجرمين اشتروها منه عشان كان محتاج، وهو بيقول لهم على المكان اللي باع فيه لوحات عربيته. وبيروحوا على المكان وبيلاحظ هونج ان في بودي جاردات في المكان، وبيطلب من كانج دونج وتشونج ما يدخلوش لو حصل اشتباك وهو اللي هيقوم بالمهمة. وبمجرد ما بيسألوا البنت اللي بتشتغل في المكان عن بيانات اللي اشتروا اللوحات وبتتأكد انهم من الشرطة، بتنادي على الجردات، وبيقوم هونج علشان هو اللي يواجههم لكن بيتضرب، وبيتدخل كانج دونج وبيضربهم واحد واحد. وبعدها بيقعد مع البنت وبتعرفوا ان اللي اشتروا اللوحات كمان بيشتروا مادة مخدرة، وبتديهم كارت بتاعهم كانوا سابوه ليها في مرة من المرات. ولما بيمشوا بيستغرب هونج من قوة كانج دونج، وصاحبه بيقول له انه كان مقاتل شرس في شبابه وكان ملقب بالثور من كتر قوته. وبيكمل كلامه ويقول له لما بيكون غضبان وتقف قدامه انت ميت لا محالة، وربنا هداه وبطل اي حاجة كان بيعملها من ساعة ما اتجوز، لكن هم كده هيخرجوا الشر اللي جواه، وللأسف لعبوا مع الشخص الغلط. وبعدها بيروحوا على المكان اللي موجود في الكارت، ولما بيقابلوا الجرسون بيقول لهم ان الكارت ده قديم من سنين. وهو خارج بيلاحظ عربية سودا وصلت ونزل منها شاب و3 بنات، وباين عليه بيوصلهم للمكان، وبيقرب من العربية وبيفتكر انها نفس
العربية اللي كانت بتعطله في اليوم اللي اتخطفت فيه جيسو، حتى اللي سايقها هو نفس الشاب. ولما بيجي يركب العربية بيقرب كانج دونج منه ويخبط على الإزاز وبيقول له عاوز أتكلم معاك، والشاب بيعرفه بيحاول يطلع بالعربية، لكن كانج بيكسر الإزاز ويحاول ينزله، لكن بيطلع بالعربية وبيتجرجر كانج على الأرض. وفي نفس اللحظة الضابط بيتصل بيه وبيقول له تعالى فورا، ولما بيروح بيبلغوا انهم لقوا جثة تنطبق عليها مواصفات مراته، وبيوريه صورة عشان يتعرف عليها لكن مش بتطلع هي. وبعدها بيروح كانج يقعد مع تشونج وهونج اللي جاب معلومات عن الجثة اللي شاف صورتها كانج، وبيعرفهم انهم قبل ما يلاقوا جثتها كانت مختفية وكمان كانت في غيبوبة كاملة. وبعدها بيروحوا يقابلوا زوج القتيلة وبيعرفهم ان الحكاية بدأت لما ظهر في برنامج تلفزيوني وهو بيعتني بزوجته اللي في غيبوبة. وبعدها لقى نفسه قدام واحد بيستهزأ بكل الكلام اللي قاله في التلفزيون وبيتهمه بالغش والخداع، وانه عمل كده في البرنامج عشان يستدر عطف الناس وعلشان الفلوس. وبيرموا قدامه فلوس كتير ويقول له خد كل الفلوس دي وانا هاخد مراتك وهشتريها وهي شبه جثة ملهاش اي قيمة، وانت خد الفلوس واستمتع وعيش حياتك. وبيعيط جامد علشان وافق يبيع مراته مقابل الفلوس. وبعدها بنشوفه خارج هو وصاحبه، وبيجي الراجل ينادي عليه ويديله ظرف وبيقول له انت محتاج له دلوقتي اكتر مني. ولما بيفتح كانج الظرف بيلاقي فيه ملف كامل عن عصابات الاتجار بالبشر، وكمان بيلاقي كارت اسود بيفتكر شكله. ولما بيفتح تابلوه العربية بيطلع منه نفس الكارت، وبيكون هو كارت الناس اللي خبطوه بالعربية في البداية. وفي نفس اللحظة بيسمع صوت خبطة جامدة، بيبص جنبه يلاقي الراجل اللي كان لسه بيتكلم معاه رمى نفسه وانتحر. وبعدها بيروح للشركة اللي اسمها في الكارت وبيقابل اللي كان سايق العربية وعمل الحادثة معاه، وبيسأله عن مراته لكن هو بيقول له معرفش حاجة، فبيضربه. وبيدخل واحد يحاول يخرجه لكن بيضربه وياخد السواق معاه. وبيكون رئيس العصابة شايف كل اللي بيحصل في الكاميرات، بياخد كانج معاه ويعلقه وبيعذبه عشان يعرف منه مكان مراته لكن مش بيتكلم. ولما بيفتشوه بيعرفوا ان اسمه دوشك، وفي اللحظة دي بيرن تليفون دوشك وبيكون رئيس العصابة هو اللي بيتصل. وطبعا عارف ان كانج خطفه وبيطلب من دوشك انه يكلم كانج ويطلب منه يفتح مكالمة فيديو وبيوريه جيسو وهي متكتفة، وبيقول له انه يقتل دوشك علشان يكون ماسك عليه دليل إدانة ما يخليهوش يسلمه للشرطة واللي هو هيقتل مراته. وبيكون رافض انه يعمل كده، لكن لما بيلاقيه بدأ يغرق جيسو بيمسك حبله ويخنق دوشك لحد ما بيقع على الأرض. وقتها بيسيب جيسو وبيقول له رجع لي فلوسي بقى الأول وبعدها سلمك مراتك. فبيسأله كانج هقابلك فين؟ قال له لما تجيب الفلوس الأول هبقى أقول لك. وبيقفل الخط. وقتها كانج بيدي تشونج سكينة وبيطلب منه يجرح دوشك في راسه عشان يسترد وعيه، لكن حتى لما بيعمل الجرح مش بيفوق، وهو بيضربه كانج على وشه فبيفوق بعدها. وبيقعدوا مع بعض وبيحكي لهم دوشك على الحكاية من أولها، وبيقول لهم الحكاية بدأت من أول ما بدأ الطلب يزيد على البنات الكوريات، ومن وقتها بدأ ياخد أي بنت جميلة وبأي طريقة، وبعدها بيعمل لهم أوراق مزيفة عشان محدش يقدر يوصل لهم، وبيبيعهم بفلوس كتير جدا، وكمان اشتغل في بيع الأعضاء، المهم يكسب فلوس. وبيقول لهم إنه شخص مجنون فاكر إن الفلوس تقدر تشتري أي حاجة. ولما بيسألوه فين مكانه قال لهم أنا معرفش فين بالظبط، لأنه دايما بيغير مكانه لأنه خايف يتقبض عليه. وقتها كانج قال لهم كده لازم أرجع الفلوس الأول من مركز الشرطة حتى لو اضطريت إن أسرقها. فبيطلب منهم هونج إنه يقوم بالمهمة دي وإنهم يثقوا فيه. ونروح نشوف جيسو هي نايمة وكانت معاها البنت اللي اتخطفت قبلها، وواحد من الحراس أخد البنت وكان هيخلص عليها، لكن بتجري عليه جيسو وتضربه وتوقعه على الأرض، وبتحاول تهرب هي والبنت التانية لكن مش بيعرفوا. وفي نفس الوقت بيكون هونج رايح لمركز الشرطة ومعاه تشونج بيسوق العربية، ومنتحل شخصية مدعي عام من النيابة، وبيقول لهم إنه عاوز يطلع على مكان جمع الأدلة، وبيرحبوا بيه وبيسمحوا له بالدخول فورا. وبيكون تشونج عامل نفسه المساعد بتاعه، وبيسيبوا كانج في العربية ومعاه جهاز يسمعهم منه. وبيوصلوا للمكان وبيطلب من الحارس الأدلة الخاصة بالقضية، ولما بيجيب الشنطة بيقول له احنا محتاجينها في مركز التحليل الجنائي. وقتها الحارس بيطلب منه يمضي على الاستلام، وحتى بعد ما بيمضوا بيقول له انه لازم يبلغ المحقق المسؤول عن القضية، لكن المحقق بيقول له انهم ما بلغوش النيابة العامة اساسا، ازاي يبعتوا مدعي عام لاخذ الأدلة، وبيطلب منهم يستنوا لان المحقق جاي بنفسه. وقتها بينزل كانج من العربية عشان يساعدهم لانه بيفهم انهم اتكشفوا. ونرجع مرة تانية للحارس اللي رفع عليهم السلاح وطلب منهم يقعدوا مكانهم ما يتحركوش، ونشوف كانج ولع في تانك عربية فعملت انفجار هز المكان كله. وفي اللحظة اللي بيبص فيها الحارس يشوف ايه اللي انفجر بيتلفت ما بيلاقيش ولا بيلاقي الشنطة، وبياخدوها ويهربوا مع كانج. ونرجع مرة تانية لجيسو والبنت اللي معاها واللي بيكون الحارس ضربها لحد ما اغمى عليها، وبيجي رئيس العصابة يضربه لما يلاقي
بيلاقي البنت بالمنظر ده، وفي نفس الوقت بيتصل كانج ويقول له انه الفلوس معاه. وقتها بيقول له تعالى، ولما بيقفل التليفون بيطلب من المساعد بتاعه انه يجهز عشان هيسيبوا المكان فورا، وبيقول له اول ما يجي وتاخد الفلوس خلص عليهم هما الاتنين. وبعدها بنشوف جيسو قاعده جنب البنت وكانت خايفه عليها، وفجاه بتجيلها فكره انها تحاول تهرب من الشباك وبتروح تفك المسامير، وبيساعدوا بعض عشان يوسعوا مكان في الحديد يخرجوا منه. وبتطلب من البنت انها تخرج هي الاول بسرعه، لكن بيجي الحارس قبل ما جيسو تخرج وبيحاول يمسك اللي خرجت، لكن بتنط بعيد مش بيلحقها، ولسه هيتلفت بتضربه جيسو ضربه قويه على دماغه وبيقع على الارض. ولسه هتهرب بيجي رئيس العصابه ومش بتعرف تهرب، وبتجري البنت اللي هربت وتوقف عربيه على الطريق وتقول له اطلع بسرعه على مركز الشرطه. وبيمشوا شويه لكن الطريق بيقف، وبتنزل من العربيه وتجري في الشارع وتلاقي في وشها رئيس العصابه. ونروح نشوف كانج اللي وصل للمكان وكسر الباب بالعربيه ودخل، واي حد بيقابله بيضربه وبيخلص عليه. وفي نفس الوقت بيكونوا واخدين البنات على مكان تاني، وبيكون بره واقف تشونج وهونج وشايفين البنات وبيروحوا يجروا عليهم، وبيضربوا الحراس اللي معاهم وبيطمنوهم وبيقولوا لهم انهم هينقذوهم. ونرجع مره تانيه لكانج ولسه بيحاول يخلص من كل اللي موجودين، لكن بيتصاب بجرح في جنبه، وبالرغم من كده بيكمل ويخلص على الكل ويطلع يدور على جيسو. وبيشوف الحته المفتوحه من الشباك وبيفتكر انها هربت، وبينزل يركب عربيته يحاول يلاقيها. وفي الوقت ده بتكون الشرطه وصلت للمكان، وبيشوف تشونج وهونج وبيفهموهم انهم من النيابه العامه، وبيقولوا لهم كملوا شغلكم وبيخرجوا بسرعه. وبيكون كانج ماشي في طريقه وبتقف قدامه عربيه بيكون رئيس العصابه اللي راكب فيها، وواحد من رجاله بيتصل يبلغه ان الشرطه هجمت المكان، وبيكون عارف ان كانج اللي راكب العربيه قصاده كمان كانج بيعرفه، وبيحاول يهرب منه لكن كانج بيلاحقه ويصدمه صدمات عنيفه بالعربيه. وقتها بيوريه جيسو ويعرفوا انها معاه في العربيه، وانه لو حصل حاجه هي هتموت معاهم. وبيفضل يطارده برضه لحد ما العربيه بتتقلب بكانج، وبينزل رئيس العصابه وياخد معاه بلطه ويقول له انا هخلص عليك. مش فاهم اشمعنى انت اللي بتعمل كده، مرضتش ليه بالامر الواقع وسلمت انا اخلص عليك. وبيفضل يكسر في العربيه ويتنطط فوقيها لكن مش شايف اي اثر لكانج، وبيوطى عشان يبص جوه العربيه. فجاه بيسحبوا كانج في العربيه ويفضل يضرب فيه، وبعدها بيحدفه بره العربيه ويطلع عشان يكمل عليه، لكن هو بيعتذر له ويقول له انا اسف غلطت في حقك. ولما بيقرب منه بيخرج سكينه من جيبه وبيقول له لو قربت مني هنتحر واموت نفسي. وبمجرد ما بيقرب منه كانج بيحاول يضربه بالسكينه، لكن بيمسك ايده وبيفضل يضربه لحد ما بيقع على الارض، وبرضه بيكمل في ضرب لحد ما بيقطع النفس. وبعدها بيجري على جيسو ويفكها ويحضنها ويقول لها انا اسف اني اتاخرت عليكي. وبتوصل عربيات الشرطه وكمان الاسعاف. وبعدها بنشوف وسائل الاعلام بتنشر اخبار القبض على عصابه دوليه تعمل في تجاره البشر، وكمان بيقولوا ان زوج احد السيدات اللي اتخطفوا كان ليه الفضل في القبض على التشكيل العصابي، وبينشروا صوره كانج دونج، وكمان بيذيعوا خبر الافراج عن السفينه اللي اخترقت الحدود الصينيه. وبيخلص فيلمنا واحنا شايفين كانج وجيسو نازلين من عربيه غاليه جدا، نازلين قدام المطعم بتاعهم بعد ما اصبحوا ملوك الكابوريا الملكيه، وبيكون عامل لها احتفال كبير بمناسبه عيد ميلادها. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. سلام.